22 مارس 2025 رفعت فيديو بسيط على فيسبوك مدته كانت دقيقة و5 ثواني بالظبط، وسبته ودخلت نمت. صحيت تاني يوم وكل حاجة كانت متغيرة. الفيديو وصل لأرقام ما كنتش أحلم بيها، عملاء بتكلمني من كل مكان، وعروض فوق طاقتي خلتني أرفع أسعاري كلها، وكل ده كان بسبب فيديو واحد. وانا النهارده جاي اسال سؤال واحد بس: بعد سنه كامله عدت على نشر الفيديو ده بكل الخبرات اللي اكتسبتها، لو قررت اني اعيد الفيديو ده تاني النهارده، هل هيجيب نفس النتيجه ولا لا؟ الموضوع ساعتها كان بسيط جدا ومش مخطط له خالص، والهدف الوحيد من وراه كان اني محتاج عملاء، عايز اشتغل. انا كنت ساعتها لسه متعلم الفيديو اديتنج جديد وما كنتش كملت فيه شهر حتى، وقلت لنفسي اجرب اعمل فيديو احط فيه كل المجهود اللي اقدر عليه وننشره ونشوف النتيجه. والفيديو ده خد مني 3 ايام بالظبط، ولسه فاكر ساعه ما جات لي الفكره دي لحد النهارده. كان فجر يوم من ايام رمضان، وكنت ساعتها بحاول اعمل اكونت على ابورك لنفسي علشان ابدا شغل، ولقيت ان ممكن اعمل فيديو تقديمي ليا هيرفع من مستوى الحساب بتاعي اكتر. ومن هنا بدات الفكره. الفيديو ده هيمشي على 3 مراحل بالظبط. مرحلة هنحلل فيها الفيديو ونفهم كل صغيرة وكبيرة فيه، والمرحلة التانية هتبقى اني اصيغ كل دوت وابدا اشتغل على الفيديو الجديد، والمرحلة التالتة والاخيرة هتبقى اننا ننشر الفيديو الجديد ونقارن بين الاتنين ونشوف الجديد عمل ايه. وخليك معايا لحد الاخر علشان انت بنفسك اللي هتحكم بالفرق. تيست تيست. تمام كده، مش مريحة خالص. أي فيديو في الدنيا هو عبارة عن 4 عناصر: فكرة وصوت، صورة ونتيجة، وكل عنصر من العناصر دي مربوط بالتاني. ما ينفعش يبقى فيه فيديو ناجح بعنصر ناقص من ال4 عناصر دول. بس دلوقتي أنا عايز أحلل الفيديو القديم علشان أقدر أفهم الفيديو ده نجح ليه، وإيه المشاكل اللي موجودة فيه، وإزاي نقدر نعيد إنتاج الفيديو ده بأفضل شكل ممكن. ودول 3 أسئلة لازم ألاقي ليهم إجابة. وخلينا نبدأ بالفيديو ده نجح ليه. السكريبت بتاع الفيديو ده كان احد اهم الاسباب اللي خلت الفيديو ده ينجح. سكريبت اعتمد على حمزة كشخص مختلف، شخص غير اللي بيتكلم، واللي بيتكلم بيقدم حمزة وبيحاول يبهر المشاهد بيه ويعرفه عنه اكتر، ويقول له حمزة فعلا قادر يعمل ايه. واللي كان اسمه في الفيديو ده انا. وصدقني من اكتر الاسباب اللي خلت الفيديو ده ينجح فعلا هي فكرته. الفيديو ده ما تغلبش على غيره باي حاجة تانية، ما كانش فيه صورة احسن ولا انيميشن افضل ولا صوت افضل. الفيديو كان بفكرة سمحت يتكتب منها سكريبت كويس جدا يعجب الناس ويخلي الفيديو ده في النهاية فيديو ناجح. طيب السؤال التاني: ايه المشكلة الحقيقية في الفيديو ده؟ وعلشان نقدر نكتشف حاجة زي دي لازم نراجع الفيديو بكل تفاصيله، وهنبدأ بالسكريبت. طيب ده انا بقى ما بيعرفش يطير، بس خليني اقول لك انه بيعرف يعمل حاجات تانية احلى بكتير. انا جرافيك ديزاينر وفيديو اديتور شاطر جدا. حتى بص معايا كده، عندنا شغل جامد جدا: لوجوهات، تصميمات سوشيال، بوستات، في كمان صور مصغره. عاملين شغل جامد. استنى لسه ما خلصناش، في كتب، مذكرات، كروت. عايز تعمل مجله؟ بنقف عادي. بص من الاخر شغلنا جامد، وبنعرف نعمل اي حاجه فيها صوره. ايه نعم، مش عايز صوره؟ مش مشكله، انا برضه بيعرف يعمل شويه فيديوهات ومونتاج، انما ايه يعجبك. من الاخر يعني خدها شهاده مني، شغل جامد. طبعا يا عم، يومين هيشهد للعروسه. شغلنا موجود في كل حته: يوتيوب، بيهانس، انستجرام، وفيس، وفي اب وورك كمان. انا كمان عامل تعاقد مع ادوبي، مش شغال معاهم لا، انا بدفع الاشتراك عادي. شغال على الفوتوشوب، الستريتور، بريمير، افتر افكت، منزل البتاع دوت عشان البي دي اف وكده. ده شغف والله صدقني. طيب انا بعمل الفيديو ده ليه؟ لسه مش فاهم. انا بيدور على شغل، فلو بتدور على حد خبره في كل ده وما بيستعملش موسيقى ولا صور متبرجه ولا اي حاجه تخلي في الدين، ابعت لي خلينا نعمل حاجه حلوه مع بعض. مراجعة السكريبت مفيش أبسط منها. أنا طبعت السكريبت بالكامل على ورق علشان أقدر أحدد المشاكل اللي فيه بشكل ملموس أكتر وبسهولة. فخلينا نبدأ. خلينا نتكلم الأول على بداية الفيديو. بداية الفيديو كانت ممكن تكون جذابة، ولكن أنا شايف إن كان ممكن تكون أحسن من كده، لأن هي ما وضحتش أوي إحنا بنتكلم عن إيه. ولكن الفكرة التقديمية الصحيحة كانت من أول هنا: ده أنا ما بيعرفش يطير. دي اكتر جزئية حقيقية عجبت الناس، ودي لازم تبقى موجودة.
من اكبر المشاكل اللي انا شايفها في السكريبت دوت هي مشكله التشتت. جرافيك ديزاينر، فيديو اديتور، شغل جامد، وبعد كده لوجوهات، تصميمات سوشيال ميديا، بوسترات، صور مصغره، كل دوت بيصف شيء له معنى واحد، انه بيعرف يعمل تصميمات، انه مصمم جرافيك شاطر، اللي هي الكلمه دي اوريدي اللي احنا قلناها. فكل ده ممكن يكون كان ليه سياق كويس في الجرافيكس، ولكن هو كان حشو ملوش لازمه. انا اكتر حاجه عجباني في السكريبت دي عامه ان انا لما جيت اكتب السكريبت حسست نفسي اني بكلم المشاهد، فكانت دي اكتر حاجه تقريبا خلت الناس تتعلق بالفيديو او ان هي تكمل الفيديو، لان حست ان في حد بيكلمها ومش بيكلمها عن نفسه، لا هو بيكلمها عن انا، الشخص الغريب اللي محدش يعرفه، اللي هو اسمه انا، وبيقدم انا بقى بالشكل ده كله، قاعد يقول ان هو بيعمل وبيعمل وبيعمل. فدي كانت اكتر حاجه كويسه في السكريبت دوت. انا حللت السكريبت لوحده لان اول مرحله بيمر بيها اي فيديو في الدنيا في مراحل انتاجه بتكون هي السكريبتنج او كتابه السكريبت، وبعد ما بنكتب السكريبت بنبدا ان احنا نبني المحتوى البصري والصوتي معانا، وده اللي هياخدنا للخطوه الجايه. انا هبدا اراجع الفيديو بالكامل مشهد مشهد وتفصيله تفصيله، وكذلك الصوت، ولكن لسبب معين في دماغي انا مش هستخدم الملفات الاصليه بتاعة المشروع ده. انا هتعامل مع الفيديو كأنه منتج نهائي، هراجع واحلل الفيديو النهائي فقط. طيب، انا لسه تقريبا مخلص صلاة الفجر. المفروض ان النهاردة كده 26/1، الساعة تقريبا حوالي 6 الصبح. المفروض من التاسكات اللي انا حاططها ان الفيديو يكون خلصان النهاردة، الفيديو اللي هو بتاع ده انا، او الاعادة بتاعته تكون خلصانة النهاردة، ولكن انا تقريبا مبقتش شايف قدامي مبقتش قادر ان انا اكمل. فللاسف انا هضطر ان انا انام واصحى اكمل شغل على الفيديو دوت، وهيتاخر نشره، وبالتالي هيتاخر نشر الفيديو اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي. ما باليد حيلة. طيب، كل اللي انت شفته من تحليل والكلام ده كله كان امبارح. انا النهارده هبدأ ان انا ادخل في المرحلة التانية، والمفروض ان انا اديك ملخص عن اللي حصل امبارح الاول علشان تفهم بالظبط انا عملت ايه. فخليني اختصر عليك الوقت واقول لك بالظبط انا طلعت من مرحله التحليل بايه. الفيديو بعد ما قعدت اعيد وازيد فيه مرات كتير جدا انا فعلا حسيت ان انا مرتاح للفيديو، ولكن ده ما يمنعش ان كان في مشاكل كتير واجهتني. مفيش سياق للانيميشن واضح، مفيش هويه للفيديو، تحس ان كل مشهد مبني لوحده، ونهايه الفيديو من نصه تقريبا لحد الاخر كان باين جدا اني بدات اتعب وفقدت الشغف تجاه الفيديو، وبدات ان انا اكسل اضيف عناصر او اشتغل على المشهد بشكل اكبر. ففي فرق واضح جدا ما بين اول مشهد واخر مشهد، وطبعا مشاكل في المؤثرات الصوتيه والريتم سريع وهكذا وهكذا. والصوت انا مش هعلق عليه لان انا وانت عارفين قد ايه الصوت سيء جدا. بس انت عارف الصوت بتاع الفيديو دوت انا سجلته بالمايك الداخلي بتاع اللابتوب بتاعي، لان ساعتها ما كانش فيه ولا ميزانيه ولا وقت اني اجيب مايك جديد واسجل بيه. انا لسه فاكر اليوم ده لحد النهارده، فضلت مستني لحد الفجر عشان اعرف اسجل الفيديو علشان ما يبقاش فيه صوت حواليا خالص. المهم ان انا لما ربنا كرمني اشتريت المايك ده وسجلت بيه كام فيديو بعده. وبكده وبكل المعلومات اللي انا جمعتها احنا كده وصلنا للسؤال الثالث: ازاي ممكن نخلي الفيديو ده يطلع بشكل افضل؟ السؤالين اللي فاتوا كان هدفهم تجميع البيانات، نفهم ايه نقاط القوة في الفيديو وايه نقاط الضعف، ونحلل كل عنصر من عناصر الفيديو كل واحد لوحده، فكرة وصوت وانيميشن ونتيجة. عرفنا كل مشكلة في كل عنصر وعرفنا ايه احسن حاجة فيه. ودلوقتي المطلوب مني اني تيست ماشي. يعني بعد ما دخلت الداتا على الجهاز وكده ادركت ان نص الكلام اللي انا قلته ما كانش بيتسجل. فتاني من الاول، عرفنا كل مشكله في كل عنصر من العناصر دي، وعرفنا ايه نقطه القوه بتاعته بعيدا عن الصوت طبعا. ودلوقتي انا المفروض ان انا اصيغ كل ده بالورقه والقلم في مهام صغيره تختصر عليا المشوار، ونبدا الانتاج تاني من الاول.
طيب توثيقة جديدة. أنا عارف إن الفيديو ده تقريبا فيه كام لقطة مش تصوير احترافي أوي ولا أداء احترافي أوي، ولكن بحاول أعيش كل لحظة معايا بأكتر شكل ممكن يعني. فتوثيقة جديدة لحاجة جت في بالي دلوقتي. أنا المفروض إن أنا شغال على الفيديو، فتقريبا قرب يخلص النهارده كده 26 الساعة 7 بالليل. بس أدركت إن في تعديل لو اتعمل هيكون أحسن بكتير من إن أنا امشي تبع الخطه، وده شيء طبيعي جدا، شيء عادي، بالعكس شيء كويس جدا. فانا قررت ان انا اخد الريسك، حتى لو كنت متاخر على انتاج الفيديو دوت، هاخد الريسك وانفذ التعديل دوت. تمام. كل الفيديوهات اللي انا بصورها بيبقى مكتوب كل كلمة انا بقولها في سكريبت واضح بيبقى جاهز عندي، ولكن الفيديو ده كان مختلف شويتين لاني كنت بحاول اعيشكم القصة كاملة معايا. كنت بصور فيديوهات وانا شغال، كنت بصور فيديوهات وانا بيحصل لي مشاكل، كنت بصور فيديوهات كتير هتشوفوها او ممكن تكون شفتوها على مدار الفيديو ده. ويمكن ده كان اكبر تحدي في الفيديو ده، مش اني اعيد انتاج الفيديو بتاع ده انا، بل كان اني اصور الفيديو دوت وانتجه، وان شاء الله يكون طلع شكله حلو، يكون فيديو مفيد فعلا، قدم معلومة وكان قيم وممتع. بصراحة انا لسه ما بدأتش اديتنج في الفيديو ده، في لخبطة كبيرة جدا في الفوتج اللي معايا، مش عارف الفيديو دوت هيطلع فعلا كويس وجميل زي ما انا تخيلته ولا لا. ولكن التغيير الاكبر في قصه الفيديو ده هي اني مش هعيد نشر الفيديو دوت على منصات السوشيال ميديا، انا هنشر الفيديو دوت هنا في الفيديو اللي انا شغال عليه ده، هوريه لكم في نهايه الفيديو وانتم بنفسكم اللي هتحكموا هل الفيديو الجديد كان احسن ولا القديم احسن منه. المهم اني كنت بعمل الحاجه اللي انا بحبها وحبيت كل تفصيله في الفيديو اللي انتجته وفي الفيديو ده، ودلوقتي جه الوقت ان انا اوريكم النتيجه وانتم بنفسكم اللي تحكموا. فاسيبك مع النتيجه. طيب ده انا ما بيعرفش يطير، بس خليني اقول لك انه بيعرف يعمل حاجات تانية احلى بكتير. انا فيديو اديتور شاطر جدا، حتى بص معايا كده، فيديوهات اعلانيه، شورتس او حتى لونج فورم، فيديوهات هدفها تحكي قصه مش مجرد قص ولزق. وخدها مني شهاده، انا شخصيا بتعامل معاه. انا شغل موجود في كل حته، يوتيوب، تيك توك، فيسبوك، انستجرام، وعنده كمان موقع الكتروني. انا مهتم يشتغل مع حد حابب يقدم حاجه حلوه بجوده احلى، من غير موسيقى وبمحتوى فعلا مناسب لكل ده، وهيدفع اكتر من 2000 جنيه وجبه نص فراخ. فلو مهتم انت بقيت عارف هتعمل ايه. وبس يا سيدي، ده كان اسرع كورس هتاخده في حياتك يقولك ازاي تجيب عملاء. فتوكل على الله وابدا، وانت بنفسك هتشوف قد ايه ربنا كريم، وان ليله واحده بس قادره تغير حياتك كلها. بس المهم انك تبدا، وخليك فاكر انا ما عملتش حاجه مش طبيعيه، انا بس عملت كل اللي اقدر عليه.